تكريمكم تكريم التلامذة الناجحين اليوم كان برعاية الأستاذ الصادق شرف. نأمل منكم الهدوء شوي لأنه جاء تكريمه آخرا بعد أن تكرمتم أنتم بهدايا من قبله، فرجاء التزموا الهدوء شوي. بسم الله الرحمن الرحيم. جمهورية العراق، رابطة أدباء المرفأ الأخير، نظرا للدور الأدبي المائز وللمسيرة الأدبية الرفيعة للأديب التونسي الكبير الأستاذ الصادق شرف أبو وجدان، ولسعيه المتواصل في إثراء المكتبة التونسية والعربية بمؤلفاته المتنوعة نثرا وشعرا، ولما يتمتع به من موسوعية ثقافية، إضافة لاهتمامه الكبير بثقافة الطفل ولدعمه المستمر بكل ما من شأنه الارتقاء بمستوى الحراك الأدبي في تونس. فقد تقرر إسناد هذه الشهادة لشخصه الكريم بعضا من العرفان، داعين الله له التوفيق والنجاح المستمرين خدمة لتونس العظيمة ولأمة العربية المجيدة. علاء الأديب، رئيس رابطة أدباء المرفأ الأخير. هذه هي الشهادة الصادرة لأبي وجدان بمناسبة تكريمه من رابطة أدباء المرفأ الأخير العراقية. الشهادة الثانية شهادة فخر. بسم الله الرحمن الرحيم. البيت الثقافي العراقي التونسي في تونس، نظرا للدور الأدبي المائز في إثراء التونسي والعربي للأديب التونسي الكبير الأستاذ الصادق شرف أبو وجدان، عضو البيت الثقافي العراقي التونسي، فقد قررت إدارة البيت ضمن برنامجها الخاص بتكريم الأدباء الكبار في بيوتهم إسناد هذه الشهادة لشخصه الكريم، داعين الله سبحانه وتعالى له دوام التوفيق والتألق. عفاف السمع لرئيس البيت الثقافي العراقي التونسي. هذه الشهادة الثانية من البيت الثقافي العراقي التونسي في تونس. ويسر رابطة أدباء المرفأ الأخير العراقية فرع العراق أن تقدم للأستاذ الصادق شرف ثاني وسام في الجمهورية التونسية قدمته سابقا للأستاذ نور الدين صمود، وضمن مسيرة البيت في تكريم الأدباء الكبار في بيوتهم. لذا فقد تقرر تكريم الأستاذ أبو وجدان بوسام الإبداع لعام 2016 الصادر من رابطة أدباء المرفأ الأخير العراقية. فمبارك لهذا الرجل العظيم الذي نجتمع اليوم على تكريمه، ونتمنى ونسأل الله تعالى أن يمد في عمره وأن يجعله منهلا لا ينضب لتونس العظيمة وللأمة العربية المجيدة. وشكرا لكم. يجوز شرعا.
يتشرف أدباء العراق جميعا في هذا اليوم، وهم يشاهدونني الآن في هذا الفيديو الذي سينقل إلى العراق، بأنهم قد كرموا أديبا وطئت قدماه أرض العراق وكان له مواقف جميلة في العراق، وهذا ما يزيدنا شرف ويزيدنا سرورا بأننا نكرمه اليوم في أرض تونس الحبيبة. نقول لزملائنا في العراق: من اخترتموه لهذا الوسام قد قلد هذا الوسام، وقد وصلت أمانتكم إلى صدره، وصدره أحرى